يسعد صباحكم، صباح أطيب سفرة لبنانية. اليوم رح أعمل المشطاح. وقبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. بحتاج دعمكم كتير. يلا ما بدي طول عليكم، خلونا نبلش. حضرت 3 أكواب من الطحين، 3 معالق طعام سكر، 3/4 ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة ونص من اليانسون وممكن تستغنوا عنه، وربع كوب من زيت الزيتون، وكوب من الحليب الدافئ، وممكن نزيد معلقتين كمان إذا الطحين طلع بيشرب سوائل. رح حط الملح واليانسون مع الطحين. خليني أحط فوق الحليب السكر والخميرة واتركهم 5 دقايق. خلطت المواد الجافة مع بعضها وبحط زيت الزيتون وبرجع بحرك خليط الحليب وبسكبه، وببلش أعجن دقيقتين. وهيك رح اتركها ترتاح ساعة. رح ادهن صينية الخبز بزيت نباتي. العجينة ما شاء الله مرتاحة وشوفوا كيف نافخة. بكل بساطة رح مدها بإيدي بهالطريقة. بترك بس مساحة 2 سنتي عن الجوانب. بعمل بأصابيعي دائرة ورح اتركها كمان ساعة ترتاح. وبعد ما ارتاحت برجع بعمل خط بنص الدائرة وبحددها بأصابيعي. وعملت مربعات. حضرت الحب السوداء وسمسم محمص. بدي ادهن وجهها بالحليب، رح احتاج بس معلقتين طعام. برجع برش عليها السمسم والحب السوداء وهيك بلزقه على العجينة. هيك صارت جاهزة تنحطها بالفرن. حميت الفرن من تحت ورح حطها دغري أول رف على حرارة 220 دقيقة وبراقبها. احمرت من تحت، رح ضوي الفرن من فوق وحمر وجهها. وريحة البيت كله من هالمشطاح. حبيت ادهن وجهها بشوية زبدة، وممكن ما تعملوا هيك. وكله على الأصول.
كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنتس تحت.